حبايبنا السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين وعزفتوا وارتاحيتوا واستفاديتوا اكثر واكثر ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم عزاف على مود تستفادون اكثر وتشتغلون وتصيرون ماهرين من كل عازف. يا رب التوفيق لكم ان شاء الله جميعا. ان شاء الله احنا شرحنا 3 مقامات غربية، اليوم راح نشرح مقام جديد وحلو وإلى أغاني حلوة، ونذكر همين من عنده أغنية اللي أتذكرها أني، أغنية للفنان رعد الناصري، قلب ما مال للغير قلب عدكم وسألوا. المقام هذا هو مقام النهاوند. النهاوند مثل شغله على الكيبورد، على الخريطة مالته، نمشي على الخريطة مثل خريطة البيات. اخو البيات نفس الشيء، بس مجرد ذاك بيه تشريق، هذا ما بيه تشريق. شوف شلون الخريطة مالته راح يبدي. هذا مقام البيات هنا عندنا. بس مقام العفو، مقام النهاوند قلنا نفس شغل نفس خريطة البيات، بس مقام النهاوند بيمن نميزه. شلون نميز هذا المقام نهاوند ويختلف عن مقام البيات؟ ليش؟ هذا نفس الضربات والبيات هم نفس الضربات، وهذا اسم وذا هذا اسم. اولا هو هذا المقام ما بي تشريق، هذاك البيات بي تشريق، قلنا هذا تشريقه، اذا شرقناه صار عندنا بيات. اختلف. زين، نطف التشريق احنا هنا عندنا. والعلامة الثانية اللي هي المهمة، بحيث انت من تريد تبدي تنطلق من الصول، كسبيل المثال، وهو هذا شغله الصحيح، تنطلق من الصول وصلنا هنا رجعنا. بس شلون راح نسلم المطرب؟ اذا نبقى هنا مكلبين ما نقدر نسلم المطرب، لازم احنا شو نسوي؟ من راح ننزل نزول، انتبه، اخذنا هذا الفاديز، اخذنا هذا الفاديز. ليش اخذناه؟ حتى نسلم للمطرب، لان هو المطرب والعازف شيء وينطشي، يعني المطرب إلى فاصل، العازف إلى فاصل، وهكذا شيء يوصل للشيء. فالدور العازف هنا شنو؟ من ينزل من المقام لازم يضرب الفاديز، وهكذا. تابعوا وياي بعد مرة على مود تحفظ أكثر. العفو، صار عندنا خطأ هنا. من ضربنا الفاديز صار نقدر نسلم المطرب. هذا مقام النهاوند. مقام النهاوند حلو وإلى ذواقته الخاصة، نجي نسمعه هنا بالأوكتاف الثاني. هذا هو مقام النهاوند. وتحياتي لكم لكل المبتدئين، ان شاء الله تتعلمون وتصيرون، ولا تنسون دعم القناة والاشتراك حتى تستفادون اكثر واكثر. انتظرونا ان شاء الله بالمقطع الجاي.